ده ويل ودي مراته ايفا، وبيبقوا معزولين في بيتهم بسبب فيروس انتشر في العالم، وان الفيروس ده بيجي من المطر وبيسيب كل الناس وبيقتل الستات بس، وبيكون خلص على معظم الستات الموجودين على الكوكب. وبتقرر الحكومة انها تلم الستات اللي لسه عايشين في مستشفيات علشان يحموهم، بس في الحقيقة كانوا بيستخدموهم علشان يعملوا عليهم التجارب. وبتبدأ الشرطة تفتش في البيوت علشان تتأكد ان مفيش اي ست مستخبية جوه. وبتوصل الشرطة على بيت ويل، وبمجرد ما بيحس بحركتهم بتجري ايفا بسرعة وتستخبى في صندوق خشب جنب السرير. وبتوصل الشرطة وبتاخد بطاقة ويل بعد ما بيتحروا عنه. بيعرفوا ان البيت ده باسم واحدة ست، فبيسألوا عنها وبيقول لهم ان البيت ده باسم ايفا مراته وكارولين اختها. وبيقول لهم كمان ان كارولين ماتت من فترة بسبب الفيروس. وبعدها بشوية ايفا سافرت علشان تطمن على عيلتها، بس برضه ماتت. وبتستغرب الشرطة من كل وسائل العزل اللي في بيته. وبيقول لهم ويل انه كان بيحمي حبيبته بس فشل. وبتفتش الشرطة البيت كويس وبيلاقوا مفيهوش حاجة. وهم خارجين بيقرب واحد من ويل وبيقول له اني عارف ان زوجته لسه عايشة، بس شاف العينة بتاعتها اللي على الترابيزة وعرف انها اتصابت خلاص. وبيقول له انه يستمتع مع زوجته في اواخر ايامها. وبعدها بينهار ويل عشان معرفش يحمي مراته. وبتخرج ايفا من الصندوق وبتهون عليه وبتقول له انها عايزة تستمتع باخر ايامها، وتطلب منه انه ياخدها على الشلال اللي نفسها تزوره. وبيحس ان خلاص مفيش في ايده حاجه تانية يعملها، فبيوافق. وبتتنكر ايفا زي راجل وبتغطي شعرها، وبينزلوا يروحوا السوبر ماركت علشان يجيبوا كل الاكل اللي هم هيحتاجوه. وهم بيتمشوا في السوبر ماركت بتشوف ايفا ان اي منتج للستات ببلاش، وبتقرب ايفا علشان تاخد منها. بس صاحب السوبر ماركت بيشك فيها وبيقلع لها الطاقيه، بس بيجي ويل وبيهدده انه هيقتله لو اتكلم. وبيخرجوا بسرعه وهم خايفين. وفي الطريق بيتخانق ويل معاه وبيقول لها ان ده اللي كان خايف منه. وبنرجع بالزمن لاول يوم بدأ فيه الفيروس، وبيكونوا عايشين مع كارلون في نفس البيت. وفي اليوم ده بتعلن الاخبار ان في مذنب هيعدي قريب من كوكب الارض، والناس متحمسه انها تشوفه. وبعدها كارلون بتقول لاختها انها تخرج وتقعد طول اليوم بره، وبتمشي. وبيحضر ويل الفطار وبيقضي الاتنين وقت حلو مع بعض. وفجأة بيلاحظوا من الشباك ان في مطر لونه غريب بدأ ينزل. وفي نفس الوقت رجعت كارلون للبيت وفجأة وقعت واغمى عليها. وبنروح للحاضر وبيكونوا هيقضوا بقيه اليوم في فندق لحد تاني يوم. وتاني يوم بيكملوا في طريقهم للشلال. وبتقول له ايفا انها جعانه، وبتقول له انها عايزه اخر وجبه ليها تكون في مطعم علشان تعرف تستمتع بيها. بيكون ويل خايف عليها بس ما بيقدرش يرفض لها اي طلب. وبيدخل الاتنين على المطعم اللي بيكون فاضي وما فيهوش ناس كتير، وبيطلبوا الاكل. وبتطلع ايفا الخريطه اللي معاها وبتعلم على الطريق اللي المفروض يمشي فيه عشان يوصلوا للشلال. في الوقت ده بنعرف من الاخبار ان العلماء بيحاولوا انقاذ البشريه باي شكل، وبتعلن الحكومه عن مكافاه 2 مليون دولار لاي شخص يسلم ست للحكومه. بنشوف اتنين دخلوا المطعم وهو آرثر وابنه كيسي، وبيسمعوهم بيتكلموا عن المكافأة. فبيقلق ويل على مراته وبيطلب الحساب علشان هيمشي. وفجأة ودن إيفا بتبدأ تنزف، وبنعرف إن دي أول أعراض المرض. وبيسيبوا المطعم بسرعة. وبيحس آرثر إن في حاجة غلط، وبيسأل الراجل اللي بيقدم الطلبات لو كان شافهم قبل كده. فبيقول الراجل إن دي أول مرة يشوفهم. وبيلاحظ آرثر خريطة إيفا اللي على الترابيزة، وبتكون رسمة الطريق اللي هيمشوا فيه. وبيقرروا إنهم يمشوا وراهم. وبيكمل الزوجين في طريقهم لحد ما بيوصلوا للشلال. وبتطلب من زوجها إنهم ينسوا كل اللي حصل ويحاولوا يستمتعوا بيوم. وبنرجع لليوم اللي تعبت فيه كارلون واخدوها على المستشفى. وساعتها لاحظ ويل ان المستشفى مليانه ستات وكلهم بيعانوا من نفس الاعراض. فبيخاف على مراته جدا وبيقول لها انهم لازم يخرجوا من هنا بسرعه. وبعدها بتتصل على ابوها وعرفت منه ان الشرطه جت واخدتها في العزل، وطلب منها انها تاخد بالها على نفسها. وبدا يعقم البيت ويمسحه اكتر من مره. وبعدها بيستخدم كل الوسائل عشان حمايه مراته، وانه كمان منعها من الخروج وبيتعامل معاها طول الوقت وهو لابس كمامه، وده لانه خايف ينقل المرض لما يخرج. ومن كتر الزهق انضمت ايفا لجروب ستات على الانترنت، واللي كانوا كلهم حاسين بنفس الوحده وبيبداوا يشجعوا بعض. بس مع الوقت وزيادة أعداد وفيات الستات بالملايين في العالم، لاحظت إيفا إن عدد الستات اللي في الجروب كمان قل، وده دليل على إن الستات بتخلص من العالم وبنروح للحاضر. وبيكونوا مبسوطين برحلتهم، وخصوصا إيفا اللي كان بقالها كتير عايزة تروح المكان ده. وبعدها بشوية بتحس بالملل وبتطلب من ويل يعلمها التصويب بالمسدس، وبيعلمها وبيفرح جدا لما بيلاقيها بتتعلم بسرعة من غير تدريب كتير. وفي الوقت ده بيكون آرثر وكيسي عرفوا مكانهم ووصلوا عندهم وبيبدأوا يتسحبوا. وبيروح آرثر يبوظ كاوتش العربية بتاعهم علشان ما يقدروش يهربوا منهم. وبنرجع للزوجين اللي بيكونوا مستمتعين بيومهم، وبالليل بيدخلوا الخيمة علشان يناموا. بس فجأة إيفا بتتعب جدا وبيجيلها تشنجات، وبيقلق ويل عليها وبيبقى عارف انها خلاص قربت تموت. وبيفضل جنبها لحد ما تهدى وتنام. وتاني يوم بتصحى ايفا من نومها الاول وبتروح علشان تجيب ميه من البحيره، وهي راجعه بيجيلها تشنجات مره تانية. وفي الوقت ده بيكون آرثر وكيسي وصلوا الخيمة عند ويل، وبعدها ربطوه في شجرة وبيفضلوا مستنيين إيفا ترجع علشان يقبضوا عليها وياخدوها للشرطة. وبيصرخ ويل بصوت عالي ويحذرها، بس آرثر بيقول له إنه لو اتكلم تاني هيقتله بالبندقية اللي معاه.
وبتسمعه ايفا وبتستخبى ورا الشجره، بس بيحس ارثر بحركتها وبيجري وراها لحد ما بتستخبى بين صخرتين، وبيفضل ارثر يدور عليها ومش بيلاقيها، وبيرجع عند ويل من تاني. وبالليل بيتكلم ارثر مع ويل وبيقول له انه مش راجل وحش بس محتاج المكافأة علشان يأمن حياة ابنه. وبيحاول ويلي يقول له انها لو كانت مراته هو ما كانش يستحمل حد يعمل فيها كده، فبيسيبه وبيروح يصحي ابنه كيسي علشان ينام هو. وبنرجع اليوم رقم 374 من انتشار الفيروس، وبتفتح ايفا الجروب وبتلاقي ان عدد المشتركين فيه بقى 2 بس. وبتتكلم ايفا مع الستات اللي فاضله في الجروب، بتعرف منها ان هي كمان اتصابت وبتموت، وبعدها بتبعت صورتها لايفا وبتسيب الجروب وبتاخد الصورة وبتحطها على حيطة عليها صور كتير، وإن الصور دي صور الستات اللي اتصابت في الجروب. وإيفا كانت بتاخد كل الصور دي وبتعلقها وتحتفظ بيها. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف إيفا وهي بتستغل فرصة إن أرثر نايم وبتروح تغري كيسي، واللي بيكون ما شافش ست بقاله كتير، وأول ما بيقرب منها بتطعنه، وبتروح بعدها علشان تفك ويل، وبياخد ويل المسدس وبيقتل أرثر، وبعدها بيتحركوا من مكانهم. وبنرجع لليوم رقم 400 وبنشوف أبو إيفا وهو بيتصل عشان يطمن عليها، بس ويل بيكون خايف إن الشرطة بتبقى مراقبه كل التليفونات، فبتقول له ايفا انها تسمع صوته ومش هترد عليه، فبيوافق لما بيشوفها قلقانه على والدها. وبترد ايفا وبتعرف ان الشرطه هجمت على بيتهم واخدت امها بالقوه علشان يعملوا عليها تجارب. بتضعف ايفا وبتكون عاوزه تكلم ابوها، بس واللي بيخطف منها التليفون بسرعه وبيقفل السكه، فبتتخانق معاه ايفا وبتقول له انها لو راحت المستشفى هيبقى احسن من السجن اللي هم عايشين فيه، وبتقول له ان خلاص مفيش امل، وبتقول له كمان انها مش هتكمل حياتها محبوسه في اوضه. وبعدها بتاخد المسدس وبترفعه على ويل وبتقول له يخرج بره البيت ويسيبها قاعده لوحدها. فبيخرج ويل لحد ما تهدى وبيشوف الدنيا بتمطر، فبيرجع لها بسرعه تاني، بس في الوقت ده بتكون ايفا استغلت الفرصه ولبست البدله الواقيه وطلعت على سطح البيت، وبيروح وراها علشان يلحقها، بس ايفا بتقلع البدله علشان تستمتع بالهواء. وبيعرف ويل ان مراته اختارت الموت احسن من انها تفضل مستخبيه طول حياتها. وبنعرف ان ده اليوم اللي عملت فيه التحاليل وعرفت انها اتصابت. وبنرجع للحاضر وبنشوف ويل وهو ساند ايفا علشان يروحوا عند الشلال، وبيبان عليها التعب جدا وانها خلاص قربت تموت، بس ويل بيفضل جنبها وبيطلع الكاميرا وبيتصوروا اخر صورة ليهم. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.